ولا أطعم ولا أسهل ولا أجمل من البسكوت بتاعنا النهاردة. حاجة كده يا نهار أبيض ملوش حل. طريقته سهلة وبسيطة ومكوناته برضو بسيطة جدا. حاجة كده لازم تقومي وتجربيها. عندك ضيف بقى راضي على ولادك، يبقى لازم تعملي البسكوت السهل السريع ده. مكونين مش أكتر، هنعمل أحلى بسكوت. شايفين شكله أهو، حاجة كده تفتح النفس. يلا بينا بقى على الفيديو عشان نشوف المكونات بتاعتنا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات. النهاردة هقدم معاكم بسكوت سهل وسريع ومكوناته بسيطة وطعمه ملهوش حل. يلا بينا نشوف مكونات البسكوت بتاعنا ايه. حطينا بضاية في بولة كده زي ما انتوا شايفين، ودول معلقتين من الشوكولاتة الخام. ضفت عليهم 4 معالق من السكر، وانا بسيح الشوكولاتة ادوب السكر فيه. وبعدين بدأت بقى ادوب الشوكولاتة كويس جدا مع البضاية اللي انا حطيتها اهو. وجهزت بقى هنا نص مج من الدقيق. مش هناخد دقيق كتير، وهننزل بيه تدريجي شوية شوية كده. نبتدي ننزل بالدقيق. انا بس مجرد ما ابتدي ادخل الدقيق في الصوص بتاعنا ده، هشيل الاسباتيولا وهبتدي اعجن بايدي على طول اهو. يلا بقى هنعجن كده بايدينا، نلمها كده عجينة علشان نعرف نشكلها. هكمل بقية شوية الدقيق اللي معايا. هي اخدت بالظبط نص مج من الدقيق. لو انت طبعا عايزة كمية اكبر من كده يبقى هتضاعفي كل المقادير اللي احنا قايلينها. احنا هنا نص مج من الدقيق اخد معانا بيضاية، واخد معانا معلقتين من الشوكولاتة الخام، و3 معالق من السكر. دي المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة. ودي معلقة من الزيت صغيرة جدا عشان اقدر الم بيها العجينة. حاولي تخفي الدقيق كله، ونشوف بقى شكلها بعد ما هتتلم اهو. تمام. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب صينية ونحط عليها ورق زبدة. شايفين العجينة؟ انا بوريكم الملمس بتاعها. وهبتدي بقى اخد اسهل شكل عندي واعمله. انتي بقى لو رايقة شكلي براحتك الاشكال اللي انتي عايزاها. او سهلة جدا في التشكيل، ومش هتاخد لا منك وقت ولا مجهود، ومكوناتها بسيطة جدا، وطريقتها ناجحة بنسبة 100% ان شاء الله. يعني لو قفلتي الفيديو وفكرتي تعمليها، اقل من 10 دقايق هتكوني خلصتيها اهو. تمام كده. اضغطي عليها ضغطة بسيطة جدا بالشكل ده، وشكلي بقى زي ما انت عايزة. انا اسهل حاجة بالنسبة لي دلوقتي هي الشوكة اهو. اظن مفيش اسهل من كده. اضغطي بقى بالشكل ده، وتكوني بقى مشغلة الفرن بتاعك على درجة حرارة متوسطة. هي اخدت في الفرن بالظبط 10 دقايق، مش هتاخد منك سوا خالص اهو. هندخلها ونرجع نشوف هنزينها ازاي. ده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن والسوا بتاعها تمام. اخدت بالظبط في التوقيت 12 دقيقة في الفرن. دول بقى بقيت شوية شوكولاتة كده بتاعة التزيين، كنت مسيحاهم، وهبتدي بقى ايه اغرقها بالشوكولاتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشوية بقى من الكاكاو الخام كده برضو لزوم الدلع، وندلع البسكوتة بتاعتنا. وزي ما انتوا شايفين طريقتها سهلة وبسيطة، وما اخدتش مننا وقت خالص. بجد لازم تجربيها اهو. طعمها بقى مش قادرة اقولك. لازم تجربيها عشان تدوقي الطعم وتقوليلي في الكومنتات اخبارها ايه. لو عندك ضيف هتعمليها وهو قاعد، مش هتكمل منك حاجة خالص اهو. بصراحة تستاهل التجربة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.